نجي للمصيبة العظمى، فعلا مصيبة عظمى، مشروب الطاقة. الشخص الطبيعي يحتاج من 2000 ل 2500 سعرة حرارية في ال 24 ساعة فقط. علبة واحدة من مشروب الطاقة 250 ملي الصغيرة فيها حق 7 أيام. 7 يعني الشباب اللي يشربون على 2 حق أسبوعين طاقة، 3 حق 3 أسابيع طاقة، وأنت ماشي. فيها كمية كافيين خلال نص ساعة تدخل بالجسم، ترفع ضغط الجسم، ترفع ضغط القلب، وهرمونات الجسم كلها تتلخبط، الكبد، الكلى، الدماغ، وحتى هرمونات الإنجاب. يسبب توقف مفاجئ للقلب، يسبب جلطات دماغية، يسبب وفوق هذا كله بعد أزود يلعب بالجهاز العصبي ويدمن عليه الجهاز العصبي، وبعد فترة الجهاز العصبي ما يهدأ إلا بالمخدرات. سوى دراسة ببريطانيا على طلاب جامعيين اللي ياخذون على 1 و2 حصلوا مصائب، لا يربطون حزام سلامة ويتضاربون، ونتائجهم بالدراسة سيئة، وحصلوا عندهم أمراض الدنيا كلها بسبب هالمشروب. وعيالنا يفطرون عليه. والقهر والله قبل كم يوم واحد خاذي علبة منه وماخذ مارس كبير الطويل، أعوذ بالله. وناس يقول لك والله وراي طريق مشوار، خل باخذ لي علبة 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 علبة، ما تشوف نفسك إلا مخدرات. دول أوروبية منعوه. أي صح، خل أعطيكم من تاريخه شلون بدأ عام 77 في أمريكا. شلون كانوا في البارات اللي يشربون استغفر الله خمر واجد يجونكم ديبرسنت، يجونكم متبنجين طايحين. اخترعوا المشروب عشان فيه طاقة قوية، فيحطونه وصاروا مع الخمر عشان لا شرب خمر واحد يرقد وواحد يصحي، فيطلع من البار صاحي. وبعدها مع الوقت حصلوا ان الناس ادمنوه اكثر من الشراب من الخمر، تصدقون؟ وحنا اقسم بالله العظيم انه في كافيتيريا في مستشفى كبير يبيعون مشروب الطاقة لهالدرجة. دول تمنعه وحنا يباع في مستشفيات. شوفوا درجة الجهل واللامبالاة، قسما بالله. شوف، وأؤكد لكم الآن في مسؤولين يستمعون لي يقولون يا أخي الشنس، يا أخي يا جماعة وقفوه، وش تبون نسوي؟ هذا عقالي يا جماعة، اشتغلوا عليه، وقفوه عن عيالنا، الله يرحم والديكم. طلبة من جد، طلبة. واللي ما يقدر ما عنده صلاحية يوقفوه. يوصل هالفيديو باليوتيوب، هالحين بحطه باليوتيوب، ووصلوا المقطع، وصلوه، عيالنا نحبهم. اصلا اللي صنعوه يحطون لك دعايه يقول لك يركب لك جوانح جنحان تطير، يعني انه قاعد يلعب مخك. اللي صنعوه زين. انا تكلمت اعتقد بما فيه الكفايه عن هالموضوع. في موضوع سريع جاني من اشخاص ما اعرفهم وما اعرف مدى جديتهم، قالوا انهم راح يهكرون حسابي هذا سناب. اذا يوم من الايام يا جماعه حصل هالشيء، مع اني مأمن الحساب مع شركة سناب شات، ولكن لو حصل اي سناب يجيكم انا ما اطلع فيه، اعرفوا انه حسابي مهكر وملعوب فيه. وبعدها ابحثوا عني في السناب، اي سناب مكتوب الأوجيمي، بكتب لكم اللاست نيم حقي، فبستعمل اي شيء واحط فيه الأوجيمي بكتب. اتمنى اني افدت، والان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله يحفظكم جميعا. لا تنسون وصاتي يا جماعة إن شاء الله.